بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو معكم أينما كنتم، في سورة الحديد. ايه الفايدة بتاعت ان ربنا بيقول لنا سبحانه وتعالى في القرآن، بيأكد لنا يعني ان هو معانا في اي مكان احنا هنروحه. ما كان ممكن يقول هو معكم بس، لكن ده تأكيد على انه هو معكم اينما كنتم. هنستفيد ايه احنا ساعتها؟ هنستفيد انه نقدر ندعي بقى. ما هو معانا في كل وقت، نقدر ندعي في اي وقت احنا عايزينه، في وقت الخير وفي وقت المصيبة نقدر ندعي، لان ربنا موجود وموجود معانا. طيب وبعدين بعد كده انه لما ربنا هو معانا، الملائكة اللي معانا كل واحد عنده كذا ملاك، من ضمنهم 2 على اليمين بيكتب الحسنات، واللي على الشمال بيكتب السيئات. ودول بيبعتوا او بيروحوا تقرير لربنا سبحانه وتعالى مرتين في اليوم، علشان يقولوا له الشخص ده عامل ايه في الفترة ديت. يطلعوا وبينزل غيرهم او بينزلوا هم نفسهم. المهم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيشوف او بيسمع التقارير ديت، طبعا بيفرح سبحانه وتعالى يعني بيفرح بالخير ويرفض الشر اللي هم بيعملوه. وبعدين بعد كده مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا بالخير والشر، فده مش معناه انه سبحانه وتعالى يتركنا. يعني هو مش ما بيت هو ربنا ادى شخص ما مصيبة، وادى واحد تاني حاجة كويسة او خير يعني. هل معنى كده ان هو خلاص يعني يسيبنا بقى ويروح مكان تاني؟ يعني لا، ده مش صح، مش صح ابدا. هو في القرآن ربنا بيؤكد لنا انه معانا، وطالما كده يبقى ما فيش ظلم لينا. ما هو قال انا العدل يعني. فطالما انا معاكم طول الوقت يعني متأكد، واشوف التقارير بتاعتكم، وكل واحد له التقرير بتاعه والملائكة بتاعتكم، فما فيش ظلم، اطمنوا يعني. وبعد كده لو ان الانسان عرف الكلام ده، المفروض ان هو يطمن. زي مثلا لو في طفل ماسك في ايدين والديه، ده وضعه احسن بكتير من ومطمئن من شخص ما معهوش حد خالص. فهنا يعني ده نوع من الامان، ده تأكيد علشان يدي امان للناس. وطبعا ولله المثل الاعلى. وبعدين بعد كده المعلومات اللي احنا بنعرفها دي لما بنقرا القرآن بتخلينا مش هنصدق كل الافتراءات بتاعت الناس اللي مثلا على السوشيال ميديا حاليا، اللي هم عايزيننا نلحد. ليه نلحد؟ لانهم جهلة، ما قروش القرآن، ما عندهمش ما بيعرفوش الكلام اللي احنا بنقراه ده، او يعني هم قاصدين ومتعمدين ان هم يلخبطونا ويقولوا لنا كلام ايه كذب. فعلشان كده يعني الحمد لله على وجود نعمة القرآن، وهو معجزة الإسلام. وربنا يهدينا جميعا.